قال حدثنا محمود بن غيلان أبو محمد أحسنت العدوي. قال الذهبي الإمام الكبير الإمام الحجة أو الإمام الحافظ الحجة من أئمة الأثر، الإمام الحافظ الحجة من أئمة الأثر. وقال أعرفه بالحديث صاحب سنة، أعرفه بالحديث صاحب سنة، وقد حبس بسبب القرآن. هنيئا لهم والله، ابتلوا في الله، وقد حبس بسبب القرآن. بعض الناس ربما لا يريد أن يحبس بسبب السنة وبسبب التوحيد، ستحبس وربما تؤذى، وطن نفسك، وربما تغتال وربما تقتل، ويحصل لك ما يحصل. ما دمت صاحب سنة وصاحب عقيدة توقع كل شيء من عدائك أن يصنعوا بك، ولكن توكل على الله سبحانه وتعالى، وادعو الله أن يكفيك شر أعدائك، ولا تتمنوا لقاء العدو، وخذوا حذركم، هذا اللائق بنا. وقد اتخذ رسول الله حراسا يحرسون في بعض الأحوال حتى عصمه الله من الناس، والله يعصمك من الناس. فهو صاحب سنة قد حبس بسبب القرآن، وجماعة من السلف حبسوا بسبب القرآن. محمد بن نوح حبس بسبب القرآن، الإمام أحمد حبس بسبب القرآن، البويطي صاحب الشافعي حبس بسبب القرآن، وهكذا إبراهيم بن يزيد حبس بسبب القرآن، وآخرون حبسوا بسبب القرآن، وبعضهم مات في السجن كالذين ذكرتهم آنفا غير هذا بسبب خلق القرآن والقول بأن القرآن ليس بمخلوق، ماتوا في السجن. البويطي مات في السجن، والإمام أحمد رحمه الله خرجه الله سلمه الله من هذا. إبراهيم بن يزيد محمد بن نوح ماتوا في السجن، وهكذا ممن مات في السجن من علمائنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سجنوا حتى ماتوا، ما ضرهم هذا. هل ضرهم؟ والله كأنهم ما سجنوا، ما نعرف إلا بالترجمة. خيرهم موجود وعلمهم مبثوث ومنشور في أوساط الناس كأنهم ما مرت عليهم فتنة، فلله درهم. فلا أحد يهيب علينا بسجن ولا بغيره، وأننا نحجم عن الكلام ولا نتكلم في أهل الأهواء من أجل السجن. سجن يا أخي، وهذا شمات وعار عليكم وتاريخ أسود سيسطر عليكم أنكم سجنتم أهل السنة، ولأول مرة يحصل هذه الحرب علينا، وأن أهل السنة يزج بهم في السجون. لماذا؟ قالوا لأنهم تكلموا في أهل الأهواء. يا له من عار، والله العظيم يا له من عار أن يسجن السلفي في هذا الزمان ممن نرجو خيرهم. ليش؟ إيش تهمته؟ ما جريمته؟ ما جريرته؟ تكلم في ابن حفيظ، تكلم في القرضاوي، تكلم في عمر خالد، تكلم في بعض المنحرفين من الحزبيين الزنداني وغير الزنداني، تكلم في هؤلاء الذين يقولون يجب أن تهدم مساجد السنة، والسجن من أجل هذا. ما يستطيعون بإذن الله يسجنون أحدا، ومن سجن سنيا سيكون عار عليه إلى يوم القيامة، سيسطر عليه أن فلانا لما تولى الولاية وصار رئيسا أو نائب عن الرئيس سجن أهل السنة. لا إله. عار ولا مو عار؟ عار عليه. ليش تسجنهم يا أخي؟ هؤلاء عضد البلاد والعباد، هؤلاء عضد ولاة أمورهم، يتعاونون معهم في بيان وكشف ستر أهل الأهواء للناس وتجلية أمرهم. الحمد لله، وقول الحق من ربك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اصدع وتوكل على الله، وما هو كائن. فالحمد لله علماؤنا سجنوا. إيش ذنبهم؟ أنهم تكلموا في أهل الأهواء، وصار تاريخ أسود للدولة العباسية. سجنوا شيخ الإسلام لأنه يتكلم في الجهمية، في الأشاعرة، في إلى آخر ذلك. هذا ذنب شيخ الإسلام. إيش؟ لماذا سجنوا أحمد؟ لأنه صدع بالحق في مسألة خلق القرآن، وتكلم عن الجهمية وكفر الجهمية لأنهم أهل باطل، وتكلم في كل من قال بخلق القرآن، زج به في السجن. البويطي أبو يعقوب زج به في السجن.
محمد بن نوح زج به في السجن، ولا زال الناس يذكرون هذا للدولة العباسية، أليس كذلك؟ أنهم سجنوا علماءنا وآذوا علماءنا وطاوعوا بن أبي دؤاد في علمائنا، الوزير الفاسد الذي عينوه طاوعوه في سجن أهل السنة. فظلم أهل السنة والبغي على أهل السنة يسطره التاريخ لأهله، ويبقى عارا عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو عار على من اعتدى على أهل السنة وآذى أهل السنة وسجن أهل السنة. فهذا الإمام حبس بسبب القرآن، أنه تكلم في هذه المسألة بالحق وبين الصواب فيها، فأدخل السجن مع غيره. فنسأل الله العافية والسلامة. إسكات أهل السنة بالتهديد بالسجن ما هو في صالح البلاد، والله سيبقى الشر ينتشر، وكأنكم قد قتلتم أهل السنة بسجنهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ذهاب أهل السنة وأهل الحق، يقول عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أين الذين يفتون بالحق بالسجن؟ لا أحد يصل إليهم، خلاص ممنوع، كأنكم قتلتم الحق أهله. من سيبقى في الساحة ينتشر؟ الصوفي القبوري والرافضي المجرم والإخوان الثوري وغير ذلك من أهل الأهواء. وأولئك أنكم أزلتم الخير عن الناس وأبعدتم الناس وحلتم بين الناس وبين ما يشتهون من الخير منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند اختفاء أهل العلم وحملة العلم يقول: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما سيبقى هناك يحل إلا أهل الأهواء، وإذا حل أهل الأهواء مكان أهل الخير وتولوا المناصب وتولوا الفتوى، فهذا أوان شر على البلاد، وأوان ما قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يحصل من الضرر على العباد بسبب اتخاذ رؤوس الفساد. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، أشرنا إليه محمود بن غيلان. هذا محمود بن غيلان حبس من أجل من أجل قوله بأن القرآن غير مخلوق. من الذين سجنوا من أجل كلامهم في أهل الأهواء حتى ماتوا، وصبعهم بالحق حتى ماتوا في السجن؟ البويطي صاحب الشافعي، شيخ الإسلام رحمه الله، محمد بن يزيد، محمد بن نوح، هؤلاء سجنوا حتى ماتوا، جنائزهم من السجن خرجت. ما ضرهم هذا، والله ما ضرهم يا أخوان. الواحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى ولا يتهور، يتوكل على الله. فإن سجن بسبب الحق فقد سجن نبي الله يوسف، وقد سجن أئمتنا، كثير من أئمتنا سجنوا، وبعضهم اختفى حتى مات في بيته، وبعضهم شردوه حتى مات مشردا. كثير والله كثير. الإمام الشافعي ضرب حتى مات، ضرب حتى مات رحمه الله. إيش ذنب الشافعي يضرب حتى يموت؟ لكنه بغي أهل الأهواء من قبل ومن بعد. الإمام مالك ضرب حتى انخلعت يده، هم أئمة رحمة الله تعالى عليهم، أئمة. البخاري ضيق عليه حتى دعا الله أن يقبض إليه، اتهموا بما ليس فيه، وأنه يقول بخلق القرآن، ودولة قامت عليه. وأصلح الله محمد بن يحيى الدهلي رحمه الله وغفر الله له، كانت كلمة مسموعة، وأوشى إليه الناس البخاري، أولئك الحساد الحاقدون على البخاري أوشوا به لمحمد بن يحيى، فأمر بهجره. ضاقت عليه الأرض بما رحبت، فقال: يا رب اقبضني إليك، فإن الأرض قد ضاقت علي، فقبضه الله سبحانه وتعالى. البخاري هذا صاحب الكتاب الذي نقرأ كتابه حصل له من الضرر ما الله به عليم. قاموا عليه الحساد، قاموا عليه، وهؤلاء حساد، هؤلاء الحزب الجديد حساد، اي والله قاموا علينا بغيا وعدوى، ووشوا بنا عند من وشوا بنا ليضر بنا، وهيهات، فإن النفع والضر بيد الله، فالنافع الضار الله سبحانه وتعالى من أسمائه المركبة، الأسماء الازدواجية، النافع الضار جل وعلا، فلا نفع إلا من جهته ولا ضر إلا من جهته إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ولا عطاء ولا منع، فهو المعطي وهو المانع جل وعلا. ما أدري ما هذه الحملة الشرسة على أهل السنة، واستغلال النفوذ لأجل إسكات أهل السنة. الذي ولي منصب ينبغي أن يتجرد، وأن يكون الناس عنده سواء، كلهم رعية، وكل واحد يؤخذ بجريرته، ويبعد الجانب الحزبي
والولاءات الضيقة، هذا منا وهذا ليس منا، هذا ما يصلح. أنت ولي أمر للجميع، يجب أن تقيم ما قد وليت مع الجميع، فلا جنف ولا حيف ولا ظلم ولا بغي، بل عدل. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل مع الجميع، عادل مع الجميع، مع القريب ومع البعيد ومع العدو والصديق، يقيم العدل. هنيئا له الاستظلال يوم القيامة. فنحن أبغض شيء عندنا أن يتولى علينا أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الحزبيات. فنحن تعايشنا مع السياسيين سنين، إيه والله سنين مع السياسيين. سياسي الأمور عند هؤلاء كلهم شعبه وكلهم رعيته، هؤلاء شعبه إن كان يحصل منه غلط، لكن كلهم شعبي وكلهم رعيتي وكلهم سأحكم فيهم جميعا. لكن يتولى علينا صوفي، يتولى علينا رافضي إصلاحي حزبي، تعب مرارة. صلى الله أن يولي علينا خيارنا. فإن تولي الحزبيين والمفتونين وتولي أيضا الصوفيين القبوريين والرافض الملاعين هذا شر على أهل السنة، ولكن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سيجعل لنا فرجا ومخرجا. ضيق على أحمد وعلى أهل السنة لما تولى المبتدعة ممن يقولون بأقوال خلاف ما أراد الله أن يقال به. تولى ابن أبي دؤاد وصار قريبا من الوزراء والرؤساء، هذا أهل السنة جدا. تولت الدولة الفاطمية الضالة المبتدعة التي هي أكثر من اليهود والنصارى على مصر، هذا أهل السنة. تولت الدولة العثمانية في آخر أمرها، أما أمورها المتقدمة كانت بخير، فقرب منها الصوفيون ودنوا منها، آذوا أهل السنة وقتلوا أهل التوحيد، وقتلوا سليمان رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد، قتلوا أئمة من أئمة نجد، اعتدى عليهم علي باشا وما أدري من باشا، وقتلهم قتل ذريع جدا والله لما تقرأ، كأنهم مجرمون كبار المجرمين، وهم أهل السنة أهل العقيدة أهل التوحيد اتقوا الله فيهم. ساموهم سوء العذاب وأسقطوا دولتهم. والمرة الثانية تسلطوا أهل الأهواء إذا تسلطوا على البلاد فاعلم أن سهامهم إليك، وأنت عدوهم وأنت خصمهم، لأنهم لا يستطيعون إمرار بدع وإمرار شركيات وإمرار مصايب وعظائم إلا بتنحيتك. والأمر لله جل وعلا، ووعد الله حق سيمضي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وعد الله سيمضي، وستبقى الطائفة تشرقون بها إلى قيام الساعة. سيموت جيل ويأتي جيل يحملون السنة ويحملون الدعوة، سيموت علماء ويأتي علماء، وسيموت طلاب علم نصحة ويأتي طلاب علم نصحة، دواليك إلى قيام الساعة. وأهل السنة باقون لكم يا أهل الأهواء، لن تخلصوا منا أبدا، لا زال الصراع والحق إلى قيام الساعة، والحق هو المنتصر بوعد الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ما عليكم من إرجاف. هذا كله إرجاف ولا يستطيع يفعل حاجة. فرعون هذا ناصيته بيد الله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الله أكبر، ما أجمل وعود رب العالمين لعباده المتقين. والله هذا ورسول الله أخرجوه من مكة ورجع من كذا عاليا ظاهرا بارزا، وأخرج مختفيا عليه الصلاة والسلام، وخرج مختفيا. العاقبة للمتقين. وكم من النماذج في العاقبة المتقين، قوم موسى، قوم نوح، إلى آخر من قد علمتم من أنبياء الله ونبينا محمد، إلى آخر من علمتم من الصالحين. العاقبة للمتقين. وآخرهم في بلدنا شيخنا مقبل، أعني بالبلاد اليمنية، ضيقوا عليه في أول أمره
وآذوه سجنوه بين التراب كما أخبر عن نفسه، قال أنا وخصمي ذاك بين الراحة والغرفة الجيدة، وأنا قال طرحونا في بين التراب. والعاقبة للمتقين، ذهب صاحب الغرفة الجيدة وبقي الشيخ مقبل رحمه الله وبقي دعوته وبقي خيره. وهكذا أيضا أهل السنة بعده أبناؤه طلابه آذوهم وأخرجوهم من دماج وقتلوهم وشردوهم، والعاقبة للمتقين. فها نحن نشعر بالتمكين ونشعر بعز السنة وعز الإسلام، والحمد لله ولاة أمورنا مسلمون ويحبون الدين ويحبون الخير، وهو متجدر فيهم، لكن الوشاة أخزاهم الله، وهم يسعون في الفساد بين المتحابين والمتآلفين. هذه الدعوة آية من آيات الله في اليمن، آية من آيات الله في اليمن. هذه الدعوة ما استطاعوا عليها من فضل الله ولن يستطيعوا عليها. يهيئوا من شاءوا لضربنا، يهيئوا من شاءوا لضربنا. هذه اليمن ليست كغيرها، اليمن ليست كغيرها. والسينارو هذا مدري يسمونه والأفلام ما هي عندنا تنفق. ففيه رجال صدقوا الله سبحانه وتعالى يبينون مثل هذا ويزيفونه، هذه الأفلام الخداعة التي تمضي إن شاء الله على غير أهل السنة. فأهل السنة في اليمن يبينون للناس ويبصرون الناس، وهذه الأفلام كلها ستنتهي. وهذا التدبير والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نحن سلمنا أمرنا وفوضنا أمرنا إلى الله، ولن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ونحسب علماءنا وشيوخنا على خير، ونحسب شيخنا يحيى رجل له صلة بربه كبيرة، من قيام ليل ومن صيام نهار ومن دعاء وضراعة لربه جل وعلا، كثير الضراعة وكثير الرجوع، فلذلك يجعل الله له فرجا ومخرجا. تقول ما سيرجع اليمن؟ يرجع بعد إخراجه، وما سيتهيأ له جو الذي كان يرجوه يتهيأ له مرة أخرى، يهيأ الله له الأجواء التي يقيم فيها دعوته، والتي يجمع فيها طلابه ويحتفون به ويلتفون حوله ويصلون إليه بكل سهولة. هذا فضل الله عليه. الحرب عليه شرسة قوية كما قلنا لكم، ولكن الله معه، من كان مع الله كان الله معه سبحانه وتعالى. يعني يصورون للناس يا أخوان مجرم من المجرمين، مجرما من المجرمين. حتى قال بعض الكتاب أن هذا الحجوري هو الذي يقوم بالاغتيالات. يا جماعة هذا سكران متحشش ولا صاحي؟ ما أظنه إلا سكران، سكران هواء أو سكران مخدرات، ويختم تخدر يشرب ولا يبعم رأسه هذا وجاء بشيء من القات ويقرح القات ويختم. يكتب صحيح والله، فعل بعمى على قولها البلاد كبيرة حتى يقرح ويكتب، عيونه قد احمرت هكذا. والحجوري هو الذي يتبنى التفجير، وهو الذي يتبنى التكفير، وهو الذي يتبنى الاغتيالات. قاتلك الله وفض فوق. الحجوري سيرته جميلة وعظيمة، ما هو حول هذا الشيء، ولا يفكر فيه ولا يراه ولا يدعو إليه.